يعني مثلا حد ضرب حد بسكينة والسكينة مغروزة في جسمه، ده انا هعمل فيه ايه ده بقى يا دكتور؟ هطلع السكينة؟ لا طبعا. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. لو الوند ده if object in wound، لو في object، احنا قلنا كلمة object دي معناها لو في شيء دخل في الوند sharp، يعني حاجة حادة زي سكينة، طلق الرصاص، اي أداة حادة دخلت الوند، هعمل ايه؟ اول حاجة indirect pressure. مش طبعا انا عندي السكينة اهي، عندي الوند اهو، ودي السكينة، ما اجيش اضغط هنا، ما اجيش ناحية السكينة خالص. طب ما هو يا دكتور النزيف طالع من السكينة. هناخد في مناطق اسمها البوينت ان دايركت بريشر، مناطق الضغط الغير مباشر. يعني مثلا لو في دراعه فبضغط من الجزء ده، لو في رجله بضغط في اجزاء معينه. هسيبها لكم بالصوره بالظبط ايه هي الاجزاء اللي انا بعمل فيها ان دايركت بريشر. فهضغط مش على الجرح، لا، لو هي مثلا في دراعه هبتدي بضغط في اجزاء معينه وهسيبها لكم بالصور. دي اسمها ايه؟ indirect pressure. يبقى أول حاجة مش هضغط على الجرح. تاني حاجة don't remove الأوبجكت، ما تحاولش تطلع الأوبجكت السكينة. ليه؟ السكينة اللي دخلت دي ممكن تكون عملت دامج لأي عضو في أجزاء جسمي، فلما أجي أطلعها هعمل دامج أكتر، فبخليها زي ما هي، بس كل اللي بعمل indirect pressure. تالت حاجة ممكن البيشنت ده يبقى حصل له فراكشر، كسر، فحاول ايه؟ don't move البيشنت، ما حاولش احرك البيشنت كتير، او ما حاولش احركه خالص. مثلا لو هي في ايديه احاول اثبتها، علشان طبعا احنا عارفين لو البيشنت عنده فراكشر المفروض ما بحركوش. رابع حاجة بوديه لأقرب مستشفى، دي اكتر حاجة انا بقدر اعملها له.